السلام عليكم يا فنديه. عارف لما تروح شغل عشان انت مضطر وانت اصلا ولا طايق الشغل ولا طايق الناس اللي هناك ولا طايق المبنى حتى اللي هم قاعدين فيه، وبعد ما تقعد اسبوعين تكتشف ان ده واحد من احسن القرارات اللي عملتها في حياتك، فتقرر ان انت تشتغل باجتهاد شديد عشان تكمل هناك. ده اللي حصل بالظبط مع جيتور في العربيه التي 2. هم هي عربيه بوكسي كانوا عاملينها عشان يجربوا بيها في الحته دي وعشان تزود مبيعاتهم، وبعدين بعد سنتين العربيه باعت 500,000 نسخه، فاكتشفوا ان هي دي الحصان الرابح بتاعهم، دي الحاجه اللي محتاجين نمسك فيها. فقرروا ان هم يعملوا حاجه ما اتعملتش قبل كده في العربيه دي. دي تي 2 اي دي ام، حاجه ما اتعملتش قبل كده في التي 2 وغير التي 2 اللي انت تعرفها خالص. اول مره جربت العربيه جيتور التي 2 من حوالي سنه ونص، كانت لسه نازله مصر طازه، وكان وقتها في هجوم شديد على العربيه لفكره ان عربيه بالحجم ده وكل الوزن ده وهتبقى ماشيه بموتور 1500 عادي، وكان في تحفظات على موضوع استهلاك البنزين والاداء وكل الكلام ده، وعملت لها ريفيو وقتها وقلت فيها كل الحاجات اللي ما عجبتنيش في العربيه. النسخه دي اللي هي النسخه الاي دي ام هي نسخه بلاج ان هايبريد من العربيه، نسخه هجين قابله للشحن بفيشه في العربيه، وده نقل العربيه نقله كبيره جدا، مش بس عشان ارقام الاداء زادت، ولكن العربيه اتحسنت في كل الجوانب تقريبا وفي كل الحاجات اللي انا انتقدتها فيها في الريفيو اللي فات اللي من حوالي سنه ونص. فالعربيه دلوقتي بتنزل بفئه واحده بس اي دي ام، سعرها 2,150,000، وممكن تعرف التجهيزات بتاعت الفئه دي او الفروقات ما بينها وبين الفئات الثانيه البنزين عن طريق اللينك تحت على كونتاكت كارز، تعرف منه كل التفاصيل والاسعار المحدثه يوميا لكل العربيات. ولو اشتريت العربيه دي او اي عربيه ثانيه، خصوصا بقى لو انت بتحب المغامره والدخول في الصحراء وعايز تحمي الدهان بتاعها وتحافظ على الرونق بتاعه واللمعان بتاعه، ممكن تبص على اللينك تحت على كاربورجيني، تعرف عندهم اكتر عن افلام الحمايه والديبنج وازاي تغير لون عربيتك وازاي تحافظ على الدهان بتاع العربيه، وهتلاقي عندهم فروع في كل حته وبيقدموا خدمه ممتازه جدا وضمان حقيقي. تعالوا بقى نتكلم عن التي 2 الاي دي ام وايه اللي اتغير فيها عن التي 2 اللي احنا نعرفها قبل كده. طبعا انا مش محتاج اتكلم عن التصميم بتاع الجيتور التي 2 لان كل الناس بتشوفها في الشارع وكل الناس بتتريق عليها في الشارع ان هي اكثر عربيه انتشارا وكانهم بيفرقوها ببلاش، فالتصميم مش محتاج كلام كتير. بس انا عايز اكلمك عن الفروقات اللي حصلت في النسخه الاي دي ام عن النسخه البنزين العاديه. اول حاجه فيها الانوار بتاعه الشبوره اللي موجوده في الاكسدام بتاع العربيه، وفي نفس الوقت برضو الانوار اللي موجوده في الرفارف دي بقت شغاله. الحاجه الثانيه هو علامه اي دي ام اللي موجوده ورا، والعلامه بتاعه الهايبريد اللي موجوده على القايم اللي ورا. واخيرا اكتر حاجه باينه في الموضوع هو الجنط ال 20 بوصه اللي موجود في العربيه واللي بقى فارق جدا في الاداء، وهنتكلم عنه في حته الثبات. دي الاختلافات من بره. الاختلافات بقى من جوه ايه؟ اول ما تخش الكابينه اول اختلاف هتاخد بالك منه طبعا ان العربيه دي جايه بالفرش اللي لونه زيتي والحزمه اللي لونها برتقاني، بس دي حاجه شكليه، يعني دي حتى كانت موجوده في البنزين قبل كده، بس انا اول مره اشوفها بصراحه في العربيه اللي كانت معايا قبل كده ما كانش فيها الموضوع ده. الحاجه الثانيه هو الطقم السماعات اللي موجود من سوني، 12 سماعه من سوني، صوتهم هايل جدا وبيخلي ركوب العربيه حلوه جدا، والعربيه عامه بقت مهووسه بموضوع المزيكا ده لدرجه ان هم عاملين فيها لايت شو، حاجه بتشغلها من جوه العربيه فيها 3 مزيكات مختلفه بتعمل لايت شو، بتفتح الازاز كله وتعمل لك لايت شو بالعربيه، ودي حاجه حلوه من الحاجات اللي انت ممكن تعملها في الساحل والطلعات مع اصحابك وكلام من ده. غير كده العربيه الكراسي بتاعتها فيها تبريد وفيها تسخين، والكراسي طبعا كهرباء وفيها ميموري. عندك الحزام البرتقاني شكلها شيك جدا، العربيه فيها بانوراما كبيره، عندك شاحن وايرلس سريع وفي تبريد كمان، عندك شاشه رئيسيه 15.6 بوصه فيها اندرويد اوتو ابل كاربلاي وايرلس، وعندك الكاب هولدرز فيها تبريد وتسخين جاي من التكييف، فدي حاجه حلوه عشان تحافظ على المشروبات في الحراره بتاعتها. وفي نفس الوقت العربيه لا زالت محتفظه بنفس التصميم الداخلي بتاعها الراجد اللي هو معمول للاوف رودنج والترافل والحاجات دي كلها، الماسكات الكبيره، النوبز الكبيره، كل حاجه في العربيه من جوه بصراحه شكلها شيك جدا وحلوه جدا. والاهم بقى هو العتبه اللي انت بتطلع من هنا عليها دي او تنزل من عليها عشان تاخد الوضعيه بتاعت ان انت رايح في حته ثانيه خالص غير اي عربيه ثانيه. العربيه مساحات من جوه فيها هايله تاخد عيله كبيره، المساحه اللي ورا ممتازه جدا، 3 يقعدوا مرتاحين، والاهم هو مساحات التخزين اللي جوه ومساحه الشنطه، مساحه الشنطه كبيره جدا والباب بيفتح بالعرض، والاهم ان الباب بتاع الشنطه كمان في اماكن تقعد تحط فيها المشروب، تحط فيها سماعه، في اماكن تخزين ثانيه من فوق، ففي شويه حاجات كتير معموله في العربيه عشان تخليك تعيش موضوع المغامره ده ومبسوط بيها، خصوصا حتى كمان الماسكه بتاعه الباب اللي بتعمل له لوك عشان الباب من ورا ما يتقفلش لو انتوا قاعدين في الشنطه. فالعربيه كعربيه عيله وكعربيه مغامره وكل الحاجات دي هتتبسط بيها جدا، بس تجربه السواقه بقى هي اللي فرق حقيقي عن العربيه البنزين تماما. موضوع ان يبقى عندك عربيه ناجحه وبتبيع كتير جدا وعامله لك تواجد تاريخي في العالم كله وخلاك اخترقت مناطق ما كنتش تحلم ان انت تخترقها وتشتغل فيها ده، وبعدين تيجي تطور العربيه وتقدم منها نسخه جديده، دي حاجه في منتهى الخطوره. ليه؟ لانك بتخاف جدا ان العربيه دي اللي هي فرخه بكشك عندك دي تبوظ. الموضوع التطوير ده يعني بيبقى حساس جدا. فانا متفاهم قوي الفكره بتاعت جيتور لما جم يشتغلوا على التي 2 الاي دي ام، اللي هو احنا لو ما اشتغلناش بالراحه على العربيه دي وظبطنا كل الامور فيها احنا الدنيا معانا هتبوظ جدا. تمام؟ فدي نقطه يعني مشجعه قوي للشركات انها تعمل الحوار ده. بالمناسبه نسخه اي دي ام لسه متقدمه في مصر قريب ولكنها موجوده في العربيه من بدري.
تمام. النسخه دي بقى مختلفه في ايه عن العربيه الثانيه؟ اولا في تغيرات جوهريه جدا حصلت، في تغيرات حصلت في نظام التعليق بتاع العربيه، في تغيرات حصلت في الكاوتش، كاوتش بقى اعرض واكبر، والجنط بقى مقاس 20 وده مقاس اكبر من اللي كان موجود في العربيه البنزين. الحاجه الثانيه ان وزن العربيه زاد 350 كيلو، وده فرق كبير جدا، كانك مركب معاك 4 اشخاص ما شاء الله محملين في العربيه. وبعدين في شويه حاجات ثانيه في التجهيزات، بس انا قصدي ان تجربه السواقه اختلفت باختلاف في التغيرات اللي حصلت دي كلها. اول حاجه تعالى نتكلم عن القوه. العربيه لا زالت فيها موتور 4 سلندر 1500 سي سي تربو قدام، والموتور ده متوصل بفتيس دي اتش تي، وفتيس الدي اتش تي ده عامل زي فكره السي في تي كده، ولكنه مخصص للعربيات الهايبريد، عشان كده مسميه دي اتش تي، اللي هو بيقول عليها دايركت هايبريد ترانسميشن، او في ناس ثانيه بتقول لك ديول هايبريد ترانسميشن، حاجات كده يعني. المهم يعني ان الفتيس فكرته عامله زي السي في تي، وفكرته اصلا ان هو يجمع في القوه ما بين الموتور البنزين والموتور الكهرباء، او الموتور الكهرباء لو في اكتر من واحد. ففي العربيه هنا انت عندك موتور كهرباء امامي، العربيه قوتها الاجماليه 375 حصان وعزمها 610 نيوتن متر. ارقام الاداء الرسميه من 0 ل 100 كيلو متر في الساعه تقريبا في حدود ال7 ثواني، بس ما لقيتش مصدر رسمي موثوق في الموضوع ده، لان في نسخه ثانيه اول ويل درايف او نسخه ثانيه فور ويل درايف غير العربيه دي اقوى منها، ودي اللي تسارعها 5.5 ثانيه، لكن العربيه دي تسارعها المفروض في حدود 7 ثواني. المهم ان انا هحط لكم تجربه التسارع على الشاشه عامله ازاي. طيب اجمالا بقى الاداء عامل ازاي؟ العربيه ادائها اتحسن بشكل كبير جدا 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 من اول الطلعه. على مجرات العربيه البنزين كنت بقول ان في لاج واضح جدا في الطلعه، هنا العربيه طلعتها بما انها كهرباء فطلعه ممتازه جدا، عربيه مناسبه بلاج ان هايبريد. العربيه ادائها على السرعات العاليه ممتاز، ادائها على السرعات المتوسطه ممتاز، طبعا ده كله في حدود البوكس شيب. يعني ايه؟ يعني العربيه دي لو قارنتها باي عربيه ثانيه تصميمها انسيابي جدا او تصميمها اس يو في عادي او كروس اوفر عادي، لا العربيه دي باين فيها قوي موضوع انها بتصد الهواء عشان هي بوكس شيب. ولكن اجمالا بالنسبه لتيتو الاداء اتحسن بشكل كبير جدا، على الاقل بقيت توصل لسرعات عاليه بسهوله، بعد ما كانت العربيه الثانيه السرعات العاليه فيها اخرها 150 160 بالكثير. فالاداء عامه اتحسن في العربيه بشكل كبير جدا. واحيانا في بعض الاوقات لما بتدوس على العربيه من الثبات العجل قدام بيفرج بزياده، وبتلاقي تورك ستير عنيف في العربيه عشان القوه دي كلها راحه للعجلتين بس اللي قدام. فاظن النسخه الاول درايف هتبقى كمان احسن في الحته دي. اجمالا العربيه اداء ممتاز. طيب بالنسبه لاستهلاك البنزين كان عامل ازاي؟ انا اصلا استهلاك البنزين في العربيه في النسخه البنزين ما كانش مضايقني خالص، العربيه كانت بالمشي الهادي المعقول، كانت بتعمل 7.5 لتر كل 100 كيلو. في الاستهلاك الطبيعي العادي لو انت بتدوس شويه بتعمل 8.5 لتر، فما كانتش سفاحه بنزين. في العربيه دي بقى الموضوع اتحسن بشكل رهيب. لو انت رجلك خفيفه في العربيه توصل معاك لاستهلاكات 6 لتر، لو انت رجلك متوسطه في العربيه بتلعب دايما في حدود ال7 8 لتر، برغم الوزن كله اللي زاد في العربيه ده والاداء اللي اتحسن في العربيه بشكل كبير. فالاداء مع استهلاك البنزين ممتازين في العربيه. بس في نقطه مهمه جدا عايز اقولها لك في موضوع الاستهلاك بتاع البنزين، لانه مربوط بنظام الهايبريد بشكل كبير. العربيه فيها بطاريه 26.7 كيلو وات ساعه، البطاريه دي على المدى الاوروبي بتمشيك 139 كيلو، يعني المفروض نظريا لو انت شاحن العربيه للاخر العربيه تمشي معاك 136 كيلو او 139 كيلو بمنتهى السلاسه عادي جدا. طيب اول حاجه واول ميزه ان العربيه فيها شحن دي سي، فتقدر تشحن العربيه على الشحن السريع، فتستفيد بموضوع الشحن الكهرباء فيها لو انت مسافر، مش بس تحطها على البيت في الشاحن. وفي عربيات بلاج ان هايبريد كتير فيها موضوع الشحن ده ولكن اي سي مش دي سي، فدي نقطه ممتازه في العربيه دي انك تستفيد من موضوع توفير الكهرباء على طرق السفر. الحاجه الثانيه لو انت سايق العربيه على الاي في مود، وهي فيها مودين اي في واتش اي في اللي هو هايبريد، لو انت سايق العربيه على النظام الاي في تقدر تروح بيها مشاوير كامله وتعمل بيها انتقالات كامله بدون ما العربيه تشغل موتور البنزين. يعني انا في يوم اتحركت بيها جوه التجمع، وبعدين طلعت من التجمع على العاصمه، وبعدين رجعت من العاصمه على التجمع وما شغلش الموتور البنزين خالص، كنت شاحنها 100% والعربيه راحت بيها المشوار ده كله بدون ما تحتاج الموتور البنزين. فدي نقطه ممتازه جدا لو انت شغلك في حدود ال 30 40 كيلو من البيت تروح وترجع بالكهرباء من غير ما تستهلك اي بنزين، ودي حلوه قوي. الحاجه الثانيه انك عشان تاخد استهلاك البنزين الكويس قوي من العربيه ده هتاخده والعربيه مشحونه. لو العربيه فاضيه شحن الاستهلاك هيعلى معاك بشكل ملحوظ، هيطلع معاك من حدود ال 6 7 لتر لحدود ال 8 9 لتر. دي نقطة مهمة، موضوع شحن الكهرباء هو اللي بيديك استهلاك بنزين كويس جدا. طيب هل العربية عندها قدرة انها تشحن الكهرباء بتاعتها وهي ماشية كويس؟ تشحن بكفاءة كويسة جدا، عندها قدرة ممتازة وانت ماشي على الطريق انها تشحن البطارية بتاعتها بسرعة وبشكل ملحوظ، ودي حاجة ما بنشوفهاش في عربيات كهرباء او عربيات هايبريد تانية كتير، اسف مش كهرباء. ففي عربيات بتبقى حتى وهي ماشية على الطريق لو انت مستغل الاداء بتاعها ماشي 100 ماشي 90
العربيه يا دوبك مديه العجل ومش قادره انها تشحن نفسها. لكن العربيه دي حتى على السرعات المتوسطه لغايه 100 ولا حاجه بتقدر انها تشحن البطاريات وهي ماشيه كويس جدا، وجوه البلد بتشحن البطاريات بكفاءه ممتازه. يعني مش تحس ان انت عندك ازمه خالص في موضوع شحن البطاريات وانت ماشي العربيه، وممكن تعيش حياتك كلها من غير ما تشحن العربيه عادي جدا. بس هو السيناريو الامثل في موضوع استهلاك البنزين هو انك تكون بتشحن العربيه بتستفيد من موضوع البطاريه ونظام البلج-ان هايبر بتاع البطاريه. كده احنا خلصنا القصه بتاعه استهلاكات والبنزين والكهرباء والشحن وكل الحاجات دي. الحاجه الثانيه بقى هي حته الاداء بتاع العربيه على الطريق بقى عامل ازاي والثبات عامل ازاي. العربيه دي عربيه بوكسي وعربيه كبيره وعربيه عاليه عن الارض، فطبيعي ان في بادي رول في الملفات، في تمايل في جسم العربيه في الملفات. طبيعي جدا ان العربيه على مطبات الهواء بتحس انها بتطلع وتنزل، انها فيها نطه، كل الكلام ده. ولكن الوزن الزياده مع تحسينات العفشه مع تحسينات العجل بتاع العربيه والجنوط، ثبات العربيه اختلف بشكل فارق جدا. العربيه بقت ثباتها احسن بكتير، قدرتك على التحكم في العربيه والمياره بيها بقى احسن بكتير. البادي رول او تمايل الجسم العربيه ما بقاش بنفس الشكل اللي كان موجود فيه قبل كده، بقى احسن بكتير. نقط كتير جدا 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 اتحسنت في العربيه في موضوع الثبات والتحكم ده. العربيه على السرعات العاليه معاك، انا جربت لغايه 160 170 كان العربيه ثباتها كويس جدا، لا زالت قادره انها تناور وتغير الحراره بتاعتها، تقدر تخش بيها ملفات على سرعات لغايه 80 90 ملفات عنيف على طرق سريعه، حلو جدا، ولا زالت متماسكه ما بتتزحلقش خالص. الاداء بتاع الستيرنج مع الكاوتش الجديد ومقاس الكاوتش الجديد بقى احسن بشكل ملحوظ. فالعربيه عامه اتحسنت في الموضوع ده. لكن اجمالا لو هننسى بقى النسخه اللي قبل كده وهنتكلم اجمالا، فالعربيه لازال فيها حته انها عربيه عاليه وانها عربيه بوكسي وانها فيها بادي رول وكل الكلام ده. هل بشكل عنيف ويضايقك في السواقه ويفقدك الثقه في العربيه؟ لا، لكن هو لازال موجود. طيب على جانب الراحه عامل ازاي؟ لازالت العربيه تي 2 عفشتها ناشفه لغايه دلوقتي، لسه امتصاص النار ومطبات ما هوش احسن حاجه، لسه بتحس بالعيوب بتاعه الطريق تحتيك، ودي حاجه طبعا انا متقبلها جدا في عربيه بالستايل ده بالحجم ده بالارتفاع ده، دي حاجه عاديه جدا. هل الكرسي مريح؟ الكرسي مريح الى حد كبير، قعدته مريحه جدا، بيدعم جسمك بشكل كويس جدا. لما بيكون بس في تنقير وعيوب في الطريق وكلام من ده بتحس بيها، لكن ما بتحسش بيها في جسمك، بتحس بيها بالعربيه كلها بتهز، لكن انت نفسك وانت قاعد على الكرسي انت قاعد مرتاح ما عندكش مشاكل. الحاجه كمان اللي اتحسنت بشكل ملحوظ هي اداء الفرامل. اداء الفرامل في العربيه الثانيه كان باين جدا وزن العربيه مع الفرامل، وكنت محتاج تدوس على الفرامل جامد عشان تقدر توقف العربيه. وكنت حتى في الريفيو اللي فات بقول ان انت محتاج تبقى رجلك عنيفه ورد فعلك عنيف شويه مع الفرامل، او ان الفرامل محتاجه بريك اسيست اكتر من كده عشان توقف العربيه في المسافه اللي انت متوقعها. في العربيه دي الطنابير بقت اكبر، قوه الفرمله بقت اكبر، فالعربيه بقت تقف في مساحه احسن بكتير، وبقى قدرتها على الوقوف احسن بكتير، ودي كانت حاجه مهمه طبعا مع تحسن الاداء اللي حصل العربيه. فاداء الفرامل هنا اتحسن بشكل كبير، ودلوقتي انا بقيت راضي جدا عن اداء الفرامل وبتحس ان هو ممتاز. مفيش ولا مره كنت ماشي العربيه او بجري بالعربيه وحسيت ان انا عايز اقف وان انا متضايق من اداء الفرامل او احساس الفرامل تحت رجلي. طيب بالنسبه لعزل الصوت، عزل الصوت في العربيه الحقيقه متوسط، وتسمع اللي بيحصل تحت في العفشه، بتسمع صوت الطريق، بتسمع صوت الهواء من سرعه 70 80، بتسمع كمان اصوات الزحمه لو انت واقف في حته زحمه او كده والصوت حواليك عالي بتسمعه شويه. فموضوع العزل ده متوسط. بالنسبه لموضوع التكييف، تكييف ممتاز جدا، توزيع الهواء ممتاز، قدرته على التبريد ممتازه. عامه ما عنديش اي تعليقات سلبيه خالص على التكييف، تكييف العربيه 10/10. الحاجه بقى المهمه جدا اللي اتضافت للعربيه في النسخه الاي دي ام دي هي تجهيزات الامان. العربيه مش بس بقى فيها 6 اير باجز وبقى فيها كل انظمه الامان المعتاده، ده كمان بقى زياده عليهم الامان النشط في العربيه. العربيه بقى عندها تحذير من التصادم الامامي، بقى عندها انتليجنت كروز كنترول مثبت سرعه تفاعلي، بقى عندها مراقبه للنقط العاميه، ده اظن كان موجود قبل كده. فالعربيه بقى فيها تجهيزات الامان النشط كامله، ودي نقطه ممتازه. الحاجه الثانيه هو الكاستمايزيشن اللي موجود لموضوع تجهيزات الامان، انك تعدل وضعياتها وتعدل الحساسيه بتاعتها حسب ما انت محتاج. والاهم هو كفاءه النظام. النظام شغال بشكل ممتاز جدا، بيلقط العوائق اللي حواليك بشكل كويس، ردود افعاله كمان كويسه جدا، مفيش حاجات اوفر، مفيش رمي مره واحده يمين وشمال وكل الكلام ده. فعامه تجهيزات الامان في العربيه او الامان النشط في العربيه شغال بشكل كويس قوي. فدي كده الخلاصه في تجربه العربيه التي 2. تعالى بقى نتكلم عن الخلاصه بتاعت العربيه كلها عامله ازاي. طيب الخلاصه في جيتور تي 2 اي دي ام، العربيه دي باعت عشان هي بقت ترند، مش مجرد ان هي عربيه بوكسي وخلاص. عربيات البوكسي اللي في سجودها في السوق كتيره جدا جدا، ولكن العربيه دي تفوقت عشان اولا كانت الرائده في الحته دي في مصر، ثانيا العربيه حقيقي بقت ترند، وعشان كده طلع عليها الفيديوهات بتاعت هم بيوزعوا جيتور في الشارع ولا ايه.
موضوع الترند ده يخلي العربيه تبيع اكتر بكتير من فكره ان عربيه الناس بتحبها او انها متفوقه او انها سعرها رخيص او كل الكلام ده. حته الترند حطت التي 2 في حته ثانيه خالص، مش بس في مصر، تقريبا في كل الدول اللي دخلتها. هل هي قيمه مقابل سعر ولا لا؟ والله على حسب انت بتبص لها من انهي اتجاه. لو انت بتبص لها كعربيه كروس اوفر عاديه خالص، فلا هي مش قيمه مقابل سعر، وممكن تلاقي عربيات تانية بنفس الحجم بنفس المساحات بكل الحاجات دي ارخص منها. ولكن العربيه لو هتتحط في حته العربيات البوكسي، ولو هتبص للامكانيات اللي موجوده فيها بفكره الهايبريد، بالاداء، بحته الترند، بحته الجيمكس بتاعه موضوع السفر والكلام ده كله، ساعتها ممكن تشوفها فعلا انها عربيه قمه مقابل سعر، خصوصا مع الانتشار الكبير اللي هي عملته. فحسب انت بتبص المنظور منين. لكن لو انت بتقيمها كعربيه كروس اوفر عاديه، لا اظن انك هتلاقي اختيارات ارخص منها مش بنفس السعر ده او مش بحته القيمه مقابل سعر دي. طيب تشتريها امتى؟ تشتريها لو انت عايز عربيه بتاعه مظهر اجتماعي جامد جدا، بتحب العربيات العاليه، بتحب القعده العاليه، مساحات زجاجيه كبيره، عربيه واسعه جدا للعيله، فيها مساحات تخزين كبيره جدا، مستوى امان هايل، مستوى اداء هايل، مستوى ثبات كويس جدا، استهلاك بنزين كويس جدا، ومدججه بالتكنولوجيا، وفيها جيمكس كتير، حته الباب اللي ورا والتجهيزات اللي جوه وكل الكلام ده. فهي متميزه جدا في الحته دي. ما تشتريهاش امتى؟ لو انت عايز عربيه كروس اوفر بطابع رياضي، العربيه دي مش معموله للاداء الرياضي برغم ارقام ادائها الكبيره. وما تشتريهاش امتى؟ لو انت من الناس اللي ما بتحبش القعده العاليه قوي دي، او الطلعه والنازله كل شويه في العتبه بتاعه العربيه. ما اظنش ان الحته دي تناسب كل الناس. فدول الحاجتين اللي ما عجبونيش في العربيه. وطبعا موضوع الحجم الكبير ده، لو انت ما بتحبش اصلا موضوع الحجم الكبير، العربيه دي مش تيجي معاك، لان كل حاجه فيها كبيره ومعموله ضخمه. فدي كده الخلاصه في العربيه تي 2 الاي دي ام. قولوا لي كده لو عندكم اي اسئله ثانيه على العربيه، وقولوا لي كده من رايكم ايه اهم منافس للعربيه دي. بس كده، شكرا اتفرجتوا على الفيديو. ما تنسوش تبعتوا الفيديو ده لكل اصحابكم اللي عندهم اهتمام بالعربيه تي 2 او بيشتروا حاجه في الرينج بتاع 2 مليون ده، عشان ممكن يستفيدوا من الفيديو ده. وما تنسوش تشوفوا كمان اللينكات بتاعتنا بتاع السوشيال ميديا الثانيه في الديسكربشن تحت، عشان تشوفوا المحتوى الثاني اللي بنزله عن العربيات. سلام.